واحد ودعم وزارة الداخلية موجودة وعاملة مجزر معتبر ب 200 جنيه بلدي ذبح هذا اليوم، بالإضافة إلى وزارة التموين متفقة مع الجزارين هنا وبرضو ذبح هذا اليوم و200 جنيه بلدي. ال 200 جنيه بجد سعر ممتاز جدا، يمكن لو قلت يا دوب طلع التكلفة يبقى كويس. بالإضافة إن في المجمعات بتاعتنا موجود بقى اللحمة السوداني والبرازيلي المجمد، وهنا في برضو البرازيلي المجمد بأسعار أقل من كده. إنما كون إن احنا نطرح اللحمة البلدي ب 200 جنيه النهارده ده مجهود متميز، وبنشكر زي ما قلت كل المشاركين في هذا الموضوع. شفنا برضو الفراخ البرازيلي موجودة، وإن شاء الله الإمداد مستمر، ونفسي أدي رسالة طمأنينة للناس. الموضوع مش قبل بداية رمضان، احنا موجودين ومستمرين قبل رمضان وأثناء رمضان وبعد رمضان، وقلت أكتر من مرة احتياطياتنا ممتازة. امال ايه القصور اللي اوقات يبدو كده؟ الناس بتندفع كثيرا وزي ما تكون فاكره ان لا هو لو ما خدش النهارده مش هيلاقي بكره. انا حضراتكم عارفيني، من فضلكم السلع متوفره وانا استمر. يمكن وانا مارر على كل باكيه بقول لهم اهم حاجه الاستمرار في الامداد للسلع. فطالما الاحتياطيات موجوده، ويعني مش عايز اقول لكم في مراكب داخله بفراخ كمان خلال الاسبوع ده، فعندنا يمكن لغايه قبل اخر الشهر هيبقى اكتر من 26,000 طن موجودين على ارض مصر. يعني الارقام مش قليله بالنسبه للفراخ، وهناك جهات اخرى بتستورد الفراخ، وبالتالي الدنيا هاديه. وارجوكم ما تضغطوش على نفسكم وتشتروا اكتر من احتياجاتكم، انما ان شاء الله هتشوفوا. وانا بقول اهو اثناء رمضان هتلاقي الناس هنا اقل من دلوقتي، هتفضل فاتح واخد بالك، ولكن هتلاقي معدل الشراء هيقل ليه؟ نتيجه كله بيشتري. انما لو احنا انتظمنا شويه هنقلل من موضوع بعض القصور. ناس تكلمني تقول لي اللحمه السوداني خلصت في احمد عرابي، اللحمه مش عارف ايه. طب يعني هنستمر في الامداد، ولكن العمليه بطمنكم الحمد لله احتياطياتنا جيده، والحمد لله احنا مراعيين ان لازم يكون عمليه التوزيع منتظمه ومستمره طول الاشهر، ليس فقط شهر رمضان ولكن اثناء العام كله. اولا ده طبعا مجهود جامد جدا من الخدمه الوطنيه بتعمله، نتيجه كان هناك مزارع واتفاقيات مع تشاد، وبالتالي بتيجي مبرده زي ما بنعمل بالظبط في محجر ابو سمبل ومحجر جنوب الوادي. بتيجي اللحوم وتتذبح شرعي 100%، ثم تيجي مبرده. طبعا المناطق اللي هناك دي مناطق مراعي واسعه، وبالتالي الاسعار بتبقى متهاوده زي ما احنا بنجيب من السودان. تشاد يمكن اكثر يعني هدوءا، والطلب عليها نتيجه الطريق صعب. اعتقد هتبقى في حدود اللحمه السوداني ان لم تكن اقل. احنا سعارين اللحمه السوداني على 165 جنيه الكيلو، فان شاء الله تبقى بهذا المنظر. هناك اتفاقيات وبنحاول مع حوض النيل سواء مع اوغندا او مع دول تانية ان احنا يبقى عندنا مزارع هناك، وفي مجهود من وزارة الزراعة بتعمله، وفي مجهود من الخدمة الوطنية بيتعمل، بحيث ان انت تبقى موجود هناك وبالتالي تقدر تنمي وتشتغل ثم تبعت. وبنحاول نعمل مثل هذه الاتفاقيات مع السودان. صحيح السودان النهارده هم اللي بيجيبوا لنا، وفي الشركه المصريه السودانيه هي اللي مسؤوله عن ذلك، ولكن في نفس الوقت عايزين نعمل تنميه في السودان، ويبقى في المزارع موجوده بمشاركه مصريه سودانيه، وبالتالي تبقى عمليه الامداد مستمره بدرجه اكثر كفاءه مما هو عليه الان. انما هناك اي احتياجات موجوده طبعا. مش عايز اقول لكم يعني في اللجنه العليا للامن الغذائي بتنعقد مره كل اسبوعين، وبيبقى عندها الارصده وبيبقى عندها كافه الامور وبتحدد ايه الاحتياجات. فنظرا للازمه اللي هي جت نتيجه العلف، يعني عشان بس ما نظلمش المربيين الدواجن، المشكله كلها جت في العلف، والعلف غلي، وبالتالي في بعض المزارع الصغيره ما قدرتش تربي، وبالتالي حصل نقص في العرض، وبالتالي ابتدت الاسعار تزيد. فكان لابد ان نتدخل
ليس عشان ننافس السوق المحلي، ولكن لسد احتياج حقيقي موجود. هناك طلب على الفراخ وكان هناك نقص، وبالتالي كان لازم نعمل كده. العملية دي بنعملها بتوازن كبير جدا، سواء مع اتحاد مربي الدواجن او كذلك مع وزارة الزراعة لمعرفة ايه النقص، او مع اللجنة اللي بتحدد ايه الاحتياجات. فالعملية مستمرة لتوفير الامن الغذائي في جمهورية مصر العربية. ماذا عن التعامل مع روسيا والهند والصين بالعملات الوطنية؟ تعامل بالروبل في روسيا، اليوان في الصين، الروبية في الهند. هل ده هيحصل؟ ده هيتم ولا لأ؟ وبدأنا بالفعل ولا شغالين على هذا الأمر؟ ماذا قال الدكتور علي صالح وزير التموين والتجارة الداخلية؟ حتى هذه اللحظة الموضوع مفتوح والجميع يدعم فيه، ولكن ده محتاج حاجتين: ان البنك المركزي المصري يرتبط مع البنك المركزي الروسي، وده من ناحية التقنية ماشية وقاربت على الانتهاء، وفي نفس الوقت يبتدي نعمل حساب لو حضراتكم كلكم انتوا موجودين معانا زمان، اللي هي الصفقات المتكافئة. ان ممكن تعمل صفقات متكافئة، انا اخد منه قمح وانا اديله برتقان واديله كذا واديله اي احتياجات سياحة بيجيها، بس لازم يتحط قواعد للمحاسبة دي، واعتماد سعر الروبل للدولار هناك زي ما هو، مع اعتبار سعر الجنيه المصري للدولار هنا، وبالتالي تقدر تعمل مقصة وتقدر تعمل حساب. اتمنى مثل هذه الامور بتقلل احتياجنا للدولار. وفي نفس الوقت برضو عشان اقول طالما حضرتك سألتني، بنحاول نعمل ده مع الهند وبنحاول نعمل ده مع الصين، بحيث يبقى في تبادل بالعملات المحلية. هو عنده بالايوان وانا عندي بالجنيه، او هو عنده بالروبل وانا عندي بالجنيه، فاذا تقدر تعمل اتزان. بس هذه الامور محتاجه تنظيم تكنولوجي متميز، بالاضافه الى ايجاد حسابات ومسؤولين عن هذه الحسابات، بحيث يتم المراجعه شهريا او 3 شهور كما يرى هذا الموضوع. انما هذا الاتجاه اتجاه جيد يزيد من التوازن الاقتصادي اللي موجود ويقلل من حجم عدم اليقين اللي موجود في السوق النهارده الفريق الكامل وزير النقل في اطار طبعا الدوله ودعم القطاع الخاص والتعاون مع القطاع الخاص